هقول لك حاجه من الحاجات اللي الناس ما بتلاحظهاش. انا بقول للناس دايما ما تحكموش على بعض، سيبوا الحكم لله. انت ممكن يبان قدامك واحد تحكم عليه ويطلع الحد ده هو تعبان جدا وانت مش عارف. ليه بقول كده؟ مريض اكتئاب سعيد جدا، مش بنشوف واحد بيبقى بيضحك وبيهزر وتاني يوم مثلا ممثل ولا مغني وتاني يوم انتحر؟ ده بيحصل طب كتير. طب ازاي بقى كان بيضحك ويهزر وقاعد بيتصور صور عائليه وتاني يوم بينتحر؟ هقول لك انا ازاي. هو قرر انه هينتحر، فحس ان الحل خلاص موجود، فاطمن ان في حل موجود، فبقيت انا مبسوط لان كده كده خلاص انا عارف ان هخرج من اللي انا فيه ده، فبقيت اهزر واضحك وانا ناوي. هو ممكن يكون كاتب جواب اصلا قبلها، يعني هو بيكون مخطط قبليها. يعني ساعات في بعض حالات الانتحار بتبقى يعني مثلا انا النهارده خارجه مع صحابي، بكره الصبح هنتحر، بكون عارفه ان انا هنتحر بكره. مش شرط، بيبقى الفكره في دماغه متردده عليه بقى لها فتره طويله، وبدا يفكر ياخد القرار فيها ولا ما ياخدش القرار فيها، هو مش عارف ليه الفكره دي بتجيله اصلا.